السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا بخير. نحن رجعنا تاني لتعليم اللغة العامية المصرية من اللغة الفصحى. هيا نبدأ. هنا نحن عرفنا يعني 10 كلمات من هنا: مرحبا، نعم، لا، من فضلك، شكرا، آسف، طعام، ما، قهوة، شيء، هكذا الأشياء 10 كلمات. نحن برضو سنعرف من هذا الفيديو إن شاء الله 10 كلمات مرة ثانية، يعني إن شاء الله ثانيا. حليب. حليب يعني يشرب الطفل الحليب صباحا. يشرب الطفل الحليب صباحا. يعني بعض الناس هم كتبوا لازم أنت تكتب لغة عامية، يعني لغة عامية في سطر ولغة فصحى في سطر. هنا لغة فصحى، هذا المكان لغة فصحى، وهذا المكان اللغة عامية. هنا اللغة عامية وهنا اللغة فصحى. طيب برضو يعني أيضا أنتم تفهم ستفهم. يشرب الطفل الحليب صباحا. هكذا الأشياء لو نتكلم يعني أكيد هذه اللغة فصحى. وهنا اللغة عامية. بيبي بيشرب لبن الصبح. بيبي بيشرب لبن الصبح. بيبي أو نتكلم طفل بيشرب لبن الصبح. هذا ليست مشكلة، يعني هذه ليست مشكلة. بيبي بيشرب لبن الصبح، أو ولد بيشرب لبن الصبح، أو مثلا طفل بيشرب لبن الصبح. دي لغة عامية. وهنا اللغة فصحى، وهنا دي كلمة يعني فصحى. طيب من حليب نحن نكون الكلمة يشرب الطفل الحليب صباحا. يشرب الطفل الحليب صباحا. وهنا اللغة العامية المصرية. اللغة العامية المصرية هنا بيبي بيشرب لبن الصبح. نتكلم بيبي بيشرب لبن الصبح، أو نتكلم طفل بيشرب لبن الصبح، أو نتكلم طفل بيشرب لبن الصبح. بعدين خبز يعني أكلت خبزا مع الجبن. أكلت خبزا مع الجبن. لو بعض الناس أنتم لو لا تفهم معنى اللغة العربية فصحى، لازم أنت تفهم، لابد أن تفهم دي لغة إنجليزية، يعني معنى إنجليزية كده. طيب هنا أكلت خبزا مع الجبن. أكلت خبزا مع الجبن. وهنا العامية مصرية نحن نتكلم كده: كلت عيش بالجبنة. كلت عيش بالجبنة. هنا مفروض أكلت، لكن هم ينطقون سرعة كده، غير يحذف ألف دي، يتكلم كلت عيش بالجبنة. هنا نحن عرفنا جيم. بعض المصريون هم يستخدمون جيم يعني غين. لو نتكلم بالغين نتكلم كلت عيش بالجبنة. لو نتكلم بالجيم نتكلم كلت عيش بالجبنة هكذا. هنا لحم. اللحم طري ولذيذ. اللحم طري ولذيذ يعني طازة. اللحم طري ولذيذ. نتكلم اللغة العامية المصرية، نتكلم اللحمة طرية وطعمها حلو. اللحمة طرية وطعمها حلو. اللحمة طرية وطعمها حلو. هكذا نحن نستخدم. بعدين دجاج. أعدت أمي دجاجا مشويا. أعدت أمي دجاجا مشويا. أعدت أمي دجاجا مشويا. لغة فصحى. وهنا اللغة عامية: ماما عملت فراخ مشوية. ماما عملت فراخ مشوية. هنا عملت، ليس دي. ماما عملت فراخ مشوية. نتكلم ماما عملت فراخ مشوية هكذا. ماما عملت فراخ مشوية. نتكلم ماما عملت فراخ مشوية بسرعة. وإحنا نتكلم دجاج. من دجاج نحن يعني كونا واحد جمل يعني أعدت أمي دجاجا مشويا. ده لغة فصحى. وهنا لغة عامية: ماما عملت فراخ مشوية. هنا السمك. السمك مفيد للصحة. السمك مفيد للصحة. ونتكلم لغة عامية: السمك مفيد للصحة.
السمك مفيد للصحة. هنا بيت، بيت نتكلم البيت نظيف ومرتب، البيت نظيف ومرتب، البيت نظيف ومرتب. هنا اللغة فصحى، يعني هنا اللغة عامية. البيت نظيف ومرتب، البيت نظيف ومرتب نتكلم كده، أو مصريون يتكلم كده، البيت نظيف ومرتب، البيت نظيف ومرتب. نحن لازم نعرف نظيف هنا لغة فصحى، النظيف ضوء. بعض المصريين هم يستخدمون الضوء يعني ضوء، هكذا الأشياء. نظيف، نظيف يعني نظيف، نظيف نظافة، نظافة يعني نظافة، هكذا. البيت نظيف ومرتب، هنا اللغة فصحى وهنا لغة عامية. البيت نظيف ومرتب، ضوء بالضوء، هكذا. زي مثلا نتكلم ظهر، يعني صلاة الظهر، صلاة الظهر، ظهر صلاة الظهر. هم يتكلمون صلاة الظهر، يعني أنت صليت الظهر، هكذا. أنت صليت الظهر يعني هل أنت صليت صلاة الظهر، هكذا. طيب شارع، شارع، شارع يعني طريق، هكذا نحن نتكلم. يعني في اللغة الفصحى الشارع مزدحم اليوم، الشارع مزدحم اليوم، الشارع مزدحم اليوم، الشارع مزدحم اليوم. أو نحن نستخدم الطريق هنا بدلا من شارع، يعني غير الشارع. نحن نستطيع أن نستخدم الطريق، الطريق مزدحم اليوم، الطريق مزدحم اليوم. أو نحن نستخدم الشارع مزدحم اليوم، هكذا. ده لغة فصحى. وهنا اللغة عامية، نتكلم الشارع زحمة النهاردة، أو نقدر نتكلم النهاردة شارع زحمة، أو شارع زحمة النهاردة، هكذا. وبرضو هنا نحن وأيضا نحن نستطيع أن نستخدم زحمة بدلا من زحمة مليانة. شارع مليانة النهاردة، شارع مليانة النهاردة، مليانة، مليانة، مليانة. شارع مليان، شارع مليان النهاردة، شارع مليان النهاردة، شارع مليان النهاردة. أو الطريق مليان النهاردة، هكذا. والسيارة، سيارة يعني سيارتي جديدة وسريعة، سيارتي جديدة وسريعة، سيارتي جديدة وسريعة. هنا لغة عامية، عربيتي جديدة وسريعة، عربيتي جديدة وسريعة. نحن نتكلم في اللغة العامية عربيتي جديدة وسريعة. عربيتي يعني عربية، يعني سيارة. في لغة عامية مصرية نتكلم عربية، سيارة يعني عربية. جديدة، نحن لو نستخدم جيم يعني جيم نتكلم جديدة، لو نتكلم بالغين نتكلم جديدة. عربيتي جديدة وسريعة، سريعة نفس الكلام. سيارة، سيارتي جديدة وسريعة. وهنا لغة فصحى وهنا لغة عامية، عربيتي جديدة وسريعة، أو عربيتي جديدة وسريعة، أو عربيتي جديدة وسريعة، هكذا في لغة عامية مصرية. بعدين باص، باص يعني أوتوبيس أو باص كبير، هكذا نتكلم. أو حافلة، باص يعني حافلة. ركبت الباص في الصباح، ركبت الباص في الصباح. أو نتكلم ركبت الحافلة، حافلة يعني حافلة يعني كبيرة، باص كبيرة في الصباح. ركبت الباص في الصباح، ده لغة فصحى. وهنا اللغة عامية، ركبت الأتوبيس الصبح، ركبت الأتوبيس الصبح، أو ركبت الأتوبيس في الصبح، أي الكلام. ركبت الأتوبيس في الصبح. أو نحن نستخدم يعني نستطيع أن نستخدم ركبت الأتوبيس في الصبح، أو نستخدم ركبت الأتوبيس الصبح، هكذا. بعدين مدرسة، مدرسة نتكلم أذهب إلى المدرسة كل يوم، أذهب إلى المدرسة كل يوم، أذهب إلى المدرسة كل يوم. مدرسة، مدرسة. أذهب إلى المدرسة كل يوم، أذهب إلى المدرسة كل يوم. نحن نتكلم في اللغة عامية مصرية نتكلم بروح المدرسة كل يوم، بروح المدرسة كل يوم، بروح
المدرسة كل يوم. هنا نتكلم أذهب إلى المدرسة كل يوم. نتكلم هنا بروح المدرسة كل يوم. هنا أذهب، هنا بروح. الناس يستخدمون، يعني في مصريين يستخدمون كذا، يعني أذهب يعني بروح. أذهب إلى المدرسة، هنا بروح المدرسة. كل يوم يعني كل يوم، نفس الكلام. طيب نحن سنراجع مرة أخرى. حليب، حليب. يشرب الطفل الحليب صباحا. هنا اللغة عامية مصرية. البيبي بيشرب لبن الصبح، أو طفل بيشرب لبن الصبح، أو اسمه دي ولد بيشرب لبن الصبح. وهنا معناها الإنجليزية. خبز، خبز. أكلت خبزا مع الجبن. هنا لغة عامية. كلت عيش بالجبنة، أو كلت عيش بالجبنة. هنا لحم، اللحم طري ولذيذ. هنا نحن نستخدم في اللغة المصرية يعني اللحم طرية وطعمها حلو. دجاج، أعدت أمي دجاجا مشويا. هنا لغة عامية. ماما عملت فراخ مشوية، ماما عملت فراخ مشوية. بعدين سمك، سمك. السمك مفيد للصحة، السمك مفيد للصحة. هنا لغة فصحى وهنا لغة عامية. السمك مفيد للصحة، السمك مفيد للصحة. بعدين بيت، بيت يعني البيت نظيف ومرتب، البيت نظيف ومرتب. نتكلم في اللغة العامية البيت نظيف ومرتب، البيت نظيف ومرتب. هنا نتكلم نظيف، في العامية المصرية نتكلم نظيف. البيت نظيف ومرتب. بعدين شارع، شارع. الشارع مزدحم اليوم، الشارع مزدحم اليوم. أو نتكلم الطريق مزدحم اليوم، أو في لغة عامية مصرية نتكلم الطريق، الطريق أو الشارع. الشارع زحمة النهاردة، الشارع زحمة النهاردة. أو نتكلم الشارع مليان النهاردة. سيارة، سيارة. نتكلم سيارتي جديدة وسريعة. هو اللغة فصحى وهنا لغة عامية. عربيتي جديدة وسريعة، عربيتي جديدة أو سريعة. بعدين باص، باص. نحن نتكلم ركبت الباص في الصباح، أو نتكلم ركبت الحافلة في الصباح. حافلة يعني باص كبير. ونتكلم في اللغة العامية المصرية نتكلم ركبت، ركبت هنا را، را فتحة ليس كسر، يعني را. ركبت الأتوبيس، أتوبيس. ركبت الأتوبيس الصبح، ركبت الأتوبيس الصبح. نتكلم ركبت الأتوبيس الصبح، أو ركبت يعني ركبت الأتوبيس الصبح، أو ركبت العربية الصبح كده، يعني أتوبيس يعني باص. بعدين مدرسة. أذهب إلى المدرسة كل يوم، أذهب إلى المدرسة كل يوم. نحن نتكلم في اللغة العامية المصرية بروح المدرسة كل يوم، بروح المدرسة كل يوم. طيب يا إخواني، نحن انتهينا الفيديو اليوم. إن شاء الله سنرجع في فيديو تاني جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.